ايه يا عبدو عامل ايه؟ ازيك يا عمو، عامل ايه؟ الحمد ازاي لله. صحتك؟ معلش يا بنتي، ممكن تسيبيني شوية مع عبدو؟ خير، في حاجة؟ هو مش قال لك هو انت ايه؟ هو انت في انت كل حاجه بتتكلمي معاه واقفة عليه ليه كده؟ بالراحة يا بنتي، ما لها حق علينا برضه. لا مؤاخذة يا بنتي، أنا آسف. هستأذن انا يا عبد. ليه يابا؟ هو في كلام ما بيني وما بينك يعني؟ لو ما بيني وما بينك هي تمشي عادي، انما لو ما بينها وما بين حد تاني فانا شايف ان ندى تقف وتسمع اللي على هواها. عادي يا ابني، ما هو الموضوع مش سر يعني. يعني أتكلم يا ابني؟ بتتكلم يابا، ندى مش غريبه. داليا جاية وحاسة بالندم، وحاسة إن هي ظلمتك وغلطت في حقك، وجاية عايزة تعوضك عن اللي راح، وجاية لك تسامحها ترجع لبيتها. طيب يا استاذه داليا، انا اتجوزت. ايه؟ اتجوزت ندى مراتي، فلو انت بقى عايزه ترجعي تبقى زوجه تانية انا ما عنديش مشكله. مش انت برضو ما عندكيش مشكله يا حبيبتي؟ ما عنديش ما عندهاش مشكله. لو معلش ترجعي بقى تبقى زوجه تانية انا تمام. معلش يا بنتي، انا اسف، نسيت اقول لك ان هو متجوز، فمعلش يعني. فشوفي حضرتك يا ابني، لا كده. بقول لك يا داليا، طول عمرك كنت بتعملي الشويتين دول. خدي بعضك واتكلي على الله. وما كانش له لزوم خالص ان انت تروحي تجيب ابويا علشان يتوسط لك. هيتوسط لك في ايه؟ هيتوسط لواحده جت عليا. انت اللي اخترتي اللي انت فيه دلوقتي. عبده طلقها. كفايه كده. انا عاوزه ابقى معاك، انا بحبك. وانا مش بحبك، انا ما بقيتش احبك. لله يا رب. انا اسف يا بنتي، عن اذنك. دي امور قديمه ولازم اتفضل. يصفوها. عن اذنك. عادي يا عم. اتفضل يا بنتي. انت اللي خلاك جبتها وجيت يابا. يا ابني انا واجبي قاب. بعد اذنك يا ندى. حاضر. انا واجبك كأب بقى، مش واجبك كأب. اللي انت عملته ده غلط. انت عارف ان انا مش هرجع لها تاني، ودي بني ادم ما يتعشى معاها. انت اللي هتعلمني الصح والغلط يا عبده، والغلط. انا اسف، بس انا بعرفك ان انا الموضوع ده ضايقني. انا عارف، بس انا اعتبرتها يا بنتي صعبت عليا، بالرغم ان هي ظلمتك، وكلمتها في الموضوع. لقيتها جايه حاطه صوابعها العشرة، وقالت انا مش عايزه حاجه، انا مش عارف اعيش من غيره، انا غلطت في حقه وراجع اديله حقه. ده اللي جابني يا ابني. طب تعالى نتكلم جوه عشان كده. تعالى يا ابني، انا هعمل ايه؟ معلش، تعالى يا ابني.